السلام عليكم، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ الحلقة دي كانت المفروض هتنزل قبل الجزء الاولاني من المفاجأة، لانه زي ما انتوا عارفين المفاجأة متقسمة جزئين. جزء خلاص نزل والجزء التاني هينزل بعد العيد بفترة ان شاء الله، وهقول لكم قبلها على الميعاد بتاعه. بس انا بصراحة حسيت ان الحلقة لازم تنزل عشان هي كانت من مشاركتكم انتوا، وانا حبيت الصراحة كل حاجة اتكلمنا فيها، فعشان كده المفاجأة دي اتقسمت لثلاث اجزاء علشان تاخد حقها، واشارك معاكم كل المكالمات اللي كلمتها لكم. وانا بجد بجد كنت مبسوطة قوي بمشاركتكم. ولو عايزين تشاركوا في الجزء التاني تقدروا تتابعوني على الانستجرام، هناك كل فترة هنزل لكم تفاصيل وبنتكلم اكتر ونتواصل مع بعض. دمتم بخير يا جماعة، شوفوا الفيديو للاخر. السلام عليكم، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ ده فيديو جديد. الفيديو ده فكرته شوية غريبة، هو المفروض هيبقوا فيديوهين، يعني مش هحكي لكم على الفيديو التاني لما ينزل. انا ليه برغي في كل حاجة؟ بجد ليه برغي في كل حاجة؟ ما علينا. المهم الفيديو ده انا نزلت لكم على الانستجرام، واللي مش متابعني على الانستجرام انا مش عارفه انتوا قاعدين تعملوا ايه لحد دلوقتي. ده الانستجرام بتاعي، تمام؟ نزلت ستوري وقلت لكم اكتبوا ارقامكم لو انتوا حابين تبقوا انتوا اللي بتعلنوا عن الفيديو اللي انا بحضر له. فقلت لكم ان انا هرن عليكم، وان انتوا بطريقه لذيذه كده تقولوا لي ازاي ممكن تعلنوا عن الموضوع، لو الموضوع ده يخصكم انتوا، يعني ازاي هتعلنوا عنه. فانا دلوقتي هرن عليكم وهبتدي بقى يعني افهم. في ناس كمان بعتت لي ارقام اللي هم بره مصر علشان احطها على الواتساب وارن عليهم واتساب. فان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نقدر نتارجت كل حاجه دلوقتي. انا مش عارفه افهمكم الفكره قوي، فلو انا مش قادره افهمها لكم طبعا الفيديو انتوا هتفهموا. ماشي. في بنوته كاتبه يا رب تكلميني، مشكله مش عارفه الاسم قوي لانه هي ميرو او ميرولا، انا مش قادره احدد قوي، فانا هرن. يعني المشكله ان انا مش عارفه هكتب الارقام ازاي، الموضوع ده محيرني جدا دلوقتي. اهو لقيت صرفه، بغض النظر ان انا مش بعرف اتعامل مع الاندرويد خالص، ودي حاجه بتزهقني، وصوت الاندرويد ده مزعج برضه. انا محرجه قوي، انا برن عليكم. السلام عليكم. انا مريم، بس انا مش عارفه انت مين. انت كنتي حطيتي رقمك في الستوري، بس انت المشكله ان اسمك على الانستجرام غريب، فانا مش عارفه اسمك ايه لحد دلوقتي. انا اللي مخدوده عنك مبدئيا. بس خلينا نتفق ان اسمك ايه دلوقتي. انا ما كنتش متوقعه بجد الترند بجد. ايوه صح، ما هو اميره دلعها مير، صح. وانا عماله اقول هتلاقي لسه اكونت ميرولا، صح يعني. ايوه انا عماله اقول هي اسمها ميرو ولا ميرولا، ولا هو ايه اللي حاصل بالظبط. فرحانه جدا قوي قوي بجد، انا يعني سمعت صوتك انا اللي مبسوطه قوي. هقول لك 3 حاجات عن الحاجه اللي انا بحضر لها، اللي هي المفروض جزء منها هينزل بكره، وانتي بطريقه اعلاميه كده بصوتك قدميها. يعني قولي مثلا بكره يا جماعه، فاهمه؟ بطريقتك، باي حاجه انت عارفه تقوليها. تمام ماشي، مش مشكله. ماشي. بصي، بكره المفروض هينزل فيديو. الفيديو ده فيه هو ريل صغير، فيه انجاز اخد حوالي مثلا 7 شهور، بيعتمد على ان الواحد يربي نفسه اكتر. ممكن تكون فكره لكل حد عايز يبدا انه يعلم نفسه او يربي نفسه بطريقه تبقى بيرفكت اكتر من ان احنا بس نقرا كتب يعني. بس يعني ثواني، يعني هو حاجه يعني تحدي جديد في حياتك، روتين جديد في حياتك مثلا، عايزه تحكي حاجه من نفسك، صح؟ بس هي حاجه انا عملتها اوريدي، وهي هتنزل في فيديو بكره. انا عملتها عشان اادب نفسي، وهي المفروض ليكوا انتوا عشان اذا حابين نتعاون في حاجه زي دي ونكملها. اخدت يعني 7 شهور. انا خمن صح؟ لا مش خمني، قدمي بالمعلومات اللي عندك كانك بتعلني عن الفيديو بصوتك بس كده. يا جماعه بكره يا جماعه باذن الله هيكون في حاجه جميله جدا، وانا منتظركم انك تخمنوا هي ايه. والحاجه دي حاولت ان انا ابدا بيها مع نفسي وعايزه اشاركها معاكم، ويا رب تعجبكم ونستفيد بيها كلنا مع بعض، ونبدا نعملها باذن الله. شكرا يا اميره قوي. بجد حلو. ايوه قوي. ومرتجله شاطره جدا. ايه بجد، انا حاسه انها حاجه عشوائيه جدا، بس لا لذيذه، مش حاجه. هي دايما الحاجه اللي بتطلع اول مره بتبقى دايما لذيذه. مبدئيا اميره دي لذيذه جدا، انا اتبسطت قوي ان انا رنيت عليها. يا رب ما ننسى على حد بجد يكون مش بيحبني فيهزقني مثلا، يكون حاطط الرقم عشان يهزقني. تفتكروا؟ لا ما اعتقدش. لا بس اميره لذيذه جدا. اميره لو شفت الفيديو، في اسلام وفي عمر بيكتب لي كتير جدا، هو يمني،
ومن الناس اللي ما شاء الله يعني دايما 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 مؤدبه قوي وبتقترح افكار والحاجات الدينيه بياخد باله منها جدا ويقعد يحذر فيها في الكومنت. هو ما بيكتبش اي حاجه برايفت خالص، دايما بس يعني في الكومنت كده يقول ايه الحكايه مع الولاد، كريم، انس، محمد، عمر، في ولاد كتيره جدا. هي البنات راحت فين يا جماعه؟ ماشي، في مريم خالد. مريم خالد على اسم بنوته صاحبتي، وصاحبتي ما شاء الله اللهم بارك عليها، يعني من الناس اللذيذه قوي 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 اللي اعرفها. انا هرن على مريم لو سمحتوا عشان مريم خالد انا بحبها. انا هحاول وانا بكلمكم ما اديكوش معلومات قوي كتير يعني عشان ما تتلخبطوش وانتوا بتقولوا الحاجه اللي انتوا عايزين تقولوها. السلام عليكم. ايوه معايا. ازيك يا مريم، عامله ايه؟ انا مريم. مش عارفه مريم مين؟ انت كنتي حطيتي رقمك على ستوري. ايوه ازيك عامله ايه؟ الحمد لله. ازيك يا مريم؟ الحمد لله. بدأت ايوه والله انك كلمتيني. ده انا اللي مبسوطه جدا، لسه بقول لهم عشان هي مريم خالد وانا بحب اللي اسمهم مريم خالد. في واحده صاحبتي عندي لذيذه قوي. اي حد اسمه مريم حبيبي. ايوه، لا وبالاخص مريم خالد عشان في بنوته صاحبتي اسمها مريم خالد من الناس المؤدبه واللذيذه قوي. ده شرف ليا والله. الله يبارك فيك. تسلمي يا مريم. يا رب. اللهم امين. مريومه بصي، انت مطلوب منك حاجه دلوقتي. ايوه اتفضلي. بصي انا هقول لك 3 معلومات عن الفيديو اللي هينزل بكره، ان انا المفاجاه بكره خلاص. ايوه بس 3 معلومات عشوائيين وانت هتعلني عنه، يعني اللي هو يا جماعه بكره مش يعني اعلني عنه بالطريقه اللي تناسبك بالمعلومات اللي معاكي. بس ممكن تبقى صح ممكن تبقى غلط. ماشي، ما هو بالمعلومات اللي معاكي يعني بالطريقه اللي تناسبك. ما تخمنيش المفاجاه غير بعد ما يعني تعلني عنه. هسالك انا عن التخمين، ماشي؟ تمام. اساليني، قولي 3 اسئله او 3 معلومات. طيب. بصي ال3 معلومات هو حاجه تربويه، بس تربويه لنفسك مش لحد تربيه. اخدت 7 شهور مجهود، وده بالنسبه لاي حد يعني عدد قليل جدا من الشهور. بتحتاج مش كتب، هي مش حاجه ان انت بتقرا من كتب حد كاتبها او تاخد منها معلومات. بس هي مش كتاب، هي حاجه انت بتربي نفسك فيها ذاتيا مع نفسك، بس هي مش كتاب كاتبه شخص. حسن قلت. انت كده الموضوع بقى اصعب. حسن قلت. بصي يعني حاولي تعلني بالمعلومات دي. مايك معاكي يا مريم. حالا هعلن. المكان زحمه قوي وكل حاجه. طيب هعلن وقت تاني؟ ماشي خلاص. بس يعني ابقى مرتبه يعني. بصي سجليهولي على الواتساب، وانا يعني لو ما نزلتهوش جوه الفيديو بس انا طيب انا دلوقتي لما مريم تقول لنا هنزلها لكم في فيديو قصير. المهم هناخد حد بره مصر دلوقتي، بعدين هناخد ولد واحد عشوائي. قولي لي بقى انت خمنتي الحاجه ايه؟ خمنت الموضوع مثلا يكون انا توقعت كده. هي حاجه قريبه من كده فعلا، عندك حق.